مساء الفل عليكم. من احلى وانجح الوصفات اللي ممكن نعملها صيامي هي المناقيش. تعالوا النهارده نعمل مناقيش الصيامي السهله البسيطه ونحشيها بحشوات مختلفه بتفك معاكي بجد ازمه نتعشى إيه النهارده، نفطر إيه النهارده، نتغدى إيه النهارده. حاجه سهله جدا عندك دي في البيت، يبقى عندك شويه معجنات حلوه وطريه وجميله جدا جدا. اتمنى تعجبك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبيتصل في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. يلا بقى لو عجبكم الفيديو عايزة كل الناس تعملوا شير وكل الناس بقى تعمل لايك للفيديو ودعوا الاعلان من قناتي. هسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف. ويلا نبدأ ونشوف العجينة الحلوة بتاعتنا دي عملناها ازاي، وكمان الحشوة الرائعة دي عملناها ازاي بافكار كتير قوي قوي. ولادك فعلا هيشكروكي عليها. اول حاجه انا النهارده مش محتاجه ابدا ابدا نوع دقيق معين، اي دقيق عادي. عندي هنا كوبايتين من الميه، عليهم معلقه صغيره من السكر، عليهم معلقه كبيره من الخميره، عليهم نقطتين من الزيت، من نقطتين يعني نقول معلقه صغيره من الزيت مش اكتر من كده زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي ان احنا نقلبهم كويس وميه دافيه طبعا عشان هنعجن. هنستخدم هنا دي بيتزات ومخبوزات، لكن لو انت مش متوفر عندك ممكن تستخدمي دي عادي. كل اللي هيفرق لون العجينه. طبعا لما تستخدمي دي مخبوزات هيديكي عجينه بيضه وحلوه وهشه. لو هتستخدمي دي عادي طيب يبقى تضيفي معلقه صغيره من البيكنج باودر او محسن الخبز علشان خاطر كيك شيف مثلا، عشان خاطر بس يديكي نتيجه حلوه. وهتبدأي ان انت تعجني كويس جدا. العجينة تقريبا بتاخد حوالي 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول كويس جدا جدا، طبعا ده اساسي، ومضاف له رشة ملح خفيفة. ونبتدي ان احنا نعجن كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين لحد ما تبقى العجينة عندي يعني زي الصلصال بالظبط. العجينة تبقى معجونة كويس مخدومة حلو جدا. مهم جدا يا جماعة في المعجنات نراعي موضوع العجن. العجن الكتير ده بيطلع المعجنات رائعة. لو عندك عجان هتسيب العجانة تعجن لمدة 5 دقايق متواصلة. لو ما عندكيش عجان يبقى العجن مثلا مش هيقل عن 7 دقايق طبعا. وتبقي واخدة كده رايحة جاية في العجينة لحد ما تبقى مظبوطة، تطلعيها كمان بره على الكاونتر بشوية دقيق وتقدري ان انت تعجنيها. بعد كده بنغطيها كده عشان تختمر. وفي الوقت اللي هي بتختمر فيه زي ما انتم شايفين بنكون مجهزين بقى الحشوة بتاعتنا. انا بحب اخمر العجينة مش مرة، بحب اخمرها 2. بعد ما اختمرت فشيت خالص منها الخمر، وبعد كده بدأت ان انا اخمرها مرة تانية، قطعتها بالشكل ده. ويلا نجهز اول حاجة المحمرة. المحمرة دي عبارة عن جبنة طاسة حطينا فيها معلقتين من الزيت ونزلنا فيها ببصلاية كبيرة متقطعة، رشة ملح وفلفل، دبلناهم كده. بعد ما دبلناهم كويس جدا بدأنا ان احنا نضيف الطماطم. ضفنا طماطميتين كده كبار، حتى لو متفرزين مش مشكلة، مش لازم الطماطم يعني تكون فريش في الوصفة عندي. وبعد كده ببتدي اني انا اضيف ميه، طبعا كوبايه من الميه العاديه خالص مش مغليه ولا اي حاجه. وبعد كده بقى ببتدي ان انا اضيف الاضافات اللي هتدي التست العالي، بس امتى؟ بعد اول غلوه. هبتدي اضيف معلقه صغيره من السكر عشان التحديقه بتاعه الطماطم تظبط معايا حلو جدا. هبتدي ان انا اضيف دي اعشاب بقى اللي هي زعتر، روزماري، شبت وبقدونس، كله ده متنشف يعني بتجيبيه من عند العطار، اعشاب بريه. وكمان ريحان. بتضيفي بقى شطة، بتضيفي ورق لورا، بتضيفي ملح وفلفل، بتضيفي كمان لو عندك كمون مطحون او كزبرة مطحونة. بتضيفي الحاجات اللي بتدي ريحة ونكهة حلوة على حسب التوابل اللي انت بتحبيها. متنسيش تحطي معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. معجون صلصة اللي هي صلصة يعني، معلقة كبيرة من الصلصة. وتبدأي ان انت تدوبيهم كويس جدا جدا، وبعد كده بتسيبيهم لحد ما يتسبكوا تقريبا يقلوا النص. وبعد كده تبداي ان انت تضربيهم في الهاند بلندر بالشكل ده. بعد ما يتضربوا كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين بترفعيهم كمان على النار لمده 10 دقايق. ودي بتكون المحمره. اعمليها بقى واحشيها في المناقيش وادعي لي ان بجد تحفه. موزاريلا صيام اللي عملتها لكم قبل كده واسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. شايفين القالب عامل ازاي؟ القالب بيقعد معاكي شهور، بيعمل معاك وصفات كتير جدا وعلى قد الايد خالص، وما تحسيش بقى ان هو صعب ولا اي حاجه. اعملوا الموزاريلا الصيامي في البيت وشوفوا في القناه هتلاقوا صندوق الوصف.
عندي بقى فلفل الوان، عندي فلفل رومي، عندي بصل متقطع صغير، عندي طماطم متقطعه صغير، عندي الجبن كلها اللي عندي في البيت. هبتدي ان انا اضيف بقى الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اضيف عليه الفلفل الرومي، كمان بيعمل منظر يا جماعه، بيخلي الاولاد فعلا يحبوا الحاجه ويحبوا ياكلوها. بصل بقى كله فايده بقى ومضاد اكسده حلو قوي. وندخله في وصفاتنا شويه طماطم كده صغيرين، بس نختار الطماطم الناشفه اللي ما تكونش فيها ميه كتير. نحط بقى جبنه موتزاريلا كاننا بنعمل بيتزا بس بلخبطه على بعض، سلطه بيتزا كده. لو عندكم زيتون متقطع طلعوه حطوا، مفيش مشكله. حابين تضيفوا اي خضار تاني زي جزر مبشور حطوا، كوسه مبشوره برضو مفيش مشكله. دخلوا الخضار على قد ما تقدروا جوه السندوتشات والمعجنات دي للولاد عشان خاطر ياكلوها من غير ما يحسوا ان ده خضار، يبقى انتوا اديتوهم الفايده كلها وفي نفس الوقت الطعم. ده زعتر زي ما انتم شايفين كده، انا جايبه معلقتين من الزعتر حطاهم في زيت زيتون. دي لبنه، اللبنه وحبه البركه، اللبنه اللي هي الجبنه، يعني انا جايبه جبنه صيامي هنا، وطبعا هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، عملناها قبل كده كذا مره. هنحط عليها حبه البركه، دي جبنه براميلي برضو صيامي عملتها لكم قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كل الوصفات دي هتلاقوها في صندوق الوصف، صندوق الوصف اللي هو جنب الوصفة على طول هتلاقوا سهم تنزلوا بيه لتحت، هتلاقوا كل الوصفات بالطرق بتاعتها. بعد كده بقى بنجيب زي ما انتوا شايفين كده صاجة، بنقطع نبتدي ان احنا نقطع العجينة بتاعتنا بالشكل ده، ونعمل لها زي برواز. بنقطعها صغير يا جماعة جدا، وكل واحدة كده بنفردها ونعمل لها زي برواز كده او حاجة كده عالية، بحيث ان احنا نبتدي ان احنا نحط الحشو في النص وما تبداش الحشوة تطلع لبره. ده مهم جدا جدا. طبعا ليها اشكال كتير، الشكل المعتاد بتاع المناقيش اللي هو الشكل العادي المدور ده، وليه برواز من الجناب. في الشكل التاني بقى الشكل اللي هو زي القارب، اللي هو عامل زي المركب ده، هوريه لكم برضو عشان تقدروا تعملوا فيه كمان الشكل اللي هو بتاع قرص الشمس ده، ان احنا بنطلع منها من الحروف كده، بنطلع احرف كده صغيره بنفس الطريقه، عشان دي نحط بقى جواها الحشوه. نبتدي بقى ان احنا نضيف او نفتكس بقى في الحشوات بتاعتنا. بنحط حشوه الموتزاريلا والشيدر، وبنحط حشوه الزعتر. حلوه قوي الحشوه دي، هتعجبكم، مش مكلفه، مجرد انتوا تجيبوا زعتر وتحطوا في زيت زيتون بس، بجد بتطلع روعه 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 روعه، من احلى الحشوات واقتصاديه جدا جدا. بتحطوا كمان هنا مثلا نحط لبنه بحبة البركة، هيحبوها الولاد قوي على فكرة. وكمان لو عملتها لهم فطاري هتبقى حلوة جدا جدا. عجينة مش بتحتاج بيض ولا لبن ولا مكونات كتير، وسهلة وبسيطة. بنحط المحمرة الجميلة جدا اللي هي بصوا تتاكل كده من غير، تتاكل اصلا من غير المناقيش، حلوة جدا بحبها قوي. بحط عليها شوية بصل كده وشوية فلفل الوان، بتدي طعم جميل جدا. فلفل اخضر ممكن تحطوا عليها زيتون كده متقطع، وتحسوا ان هي بيتزا كده صغنونه في نفسها بس طعمها حلو جدا. حطوا عليها كمان جبنه موتزاريلا، عملنا بيتزا كده صغيره من اقل التكاليف. كل الحاجات دي اللي انتوا يعني كل ده لو دورتوا عليه جوه تلاجتكم هتلاقوه. كمان جبنه البراميلي لعشاق الناس اللي بتحب الحاجات المالحه والحتال والمحبشه، تقدر تستخدم حشوة الجبنة البراميلي، بتبقى حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. بنسيبهم يختمروا لمدة 10 دقايق، وبعد كده بقى بنسخن الفرن بتاعتنا، بنحط جواها المناقيش. منسوش تحطوا بقى حبة البركة، سمسم، الحاجات المعجنات دي بتحب الحاجات الحلوة دي، رشة صغيرة بقى من الكمون المطحون، الحاجات اللي بتعمل ريحة جوه الفرن. بعد كده بتدخلهم الفرن، بيدخلوا على درجة حرارة متوسطة، مش بيقعدوا حرفيا أكتر من 6 دقايق، بيطلعوا تحفة تحفة تحفة. تطلعوهم على طول على طول، ترش عليهم ببخاخ مية، رشتين 3 كده من المية، وتغطوهم حاجة كده بفوطة، بحيث ان هم يفضلوا بقى رطبين وحلوين. وبعد كده بقى تطلعوهم تاكلوهم بألف هنا وشفا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. تحياتي ليكم، تابعوني في باقي الوصفات ان شاء الله. اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.